عودة محمد شريف إلى النادي الأهلي رسميا. محمد شريف انضم للنادي الأهلي بعد موسمين في الاحتراف. محمد شريف النهاردة النادي الأهلي أعلن رسميا على كل منصاته إن هو انضم للنادي الأهلي. تعال نتكلم عن مميزات وعيوب الصفقة. طبعا زي ما احنا عارفين إن محمد شريف كنا جايبينه لاعب متميز جدا، بيلعب في كذا مركز. الاهلي اعتمد عليه في مركز الهجوم اكتر. تمام. وقدر ان في موسم 21 ان هو يكون هداف الدوري. كان مقدم موسم قوي جدا 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 في موسم 21 موسم 22. جه في موسم 23 كان بيلعب المهاجم الثاني للنادي الاهلي. مين المهاجم الاول؟ كهربا كان المهاجم الاول. شريف عمل ايه؟ قال لك ان انا مش هقدر اقعد دكه او اقعد مهاجم تاني، فانا عايز اشوف حظي بره واشوف دنيتي بره. محمد شريف انضم النادي الخدود السعودي. هنتكلم بس عن محمد شريف الموسم اللي فات. محمد شريف الموسم اللي هو 24 25 لعب 575 دقيقة طول الموسم. انت معايا؟ انت مركز معايا؟ 575 دقيقة طول الموسم. رفقا بالارقام يا حاج محمد، قدر في خلالهم انه سجل 3 اهداف فقط. والموسم اللي قبله كان مسجل 6 اهداف فقط وعمل اسيست واحد. فاحنا مش بنتقدم يا جماعة، احنا كده بنرجع لورا، كده بنتكع كده وبنرجع بالعقل. محمد شريف مش عايزين نختلف ان هو كان مهاجم كويس وكان عامل شغل جامد، بس في الفتره الاخيره كان الدنيا بايظه معاه. طبعا لاخر لحظه محمد شريف كان مستنى عرض رسمي من النادي الاهلي. طب لو ما كانش هيجي له عرض كان هو رايح نادي تركي. طب ما صدق اصلا بيشوف بالارقام اللي احنا بنتكلم فيها، الاهلي بس يشاور له هيجي جاري لو هيقعد طب ازاي ان هو ماشي اصلا، ماشي من النادي الاهلي وهو رقم ثلاثه، وهو بالنسبه له هيرجع دلوقتي وهو اثنين. كان ماشي من الاهلي قصدي هو اثنين. يعني المهاجم الثاني دلوقتي هيجي قدامه اثنين وهو الثالث. يعني وسام، جراديشار، بعد كده محمد شريف. طب ازاي؟ اقنعني ازاي؟ فعايزين كلنا نفهم ازاي. محمد شريف راجع، ففي فرصة كبيرة إن وسام يمشي. وسام الأهلي لو جاله عرض رسمي باللي هو المواصفات أو المبلغ اللي الأهلي حاططه له فهو هيمشي. كلام أخير، كلام نهائي. فربنا يستر الأيام الجاية. عايزكم تكتبوا لي في الكومنتات رأيكم في صفقة انضمام محمد شريف للنادي الأهلي. وهل الصفقة هتكون يعني باللي في دماغنا، ولا محمد شريف هيغزلنا زي الموسمين اللي قبل كده أو موسم 23 اللي هو كان بوظ الدنيا فين؟ اكتبوا لنا في الكومنتات. السلام عليكم.